دييغو مارادونا، الأسطورة الأرجنتينية في كرة القدم، ولد في 30 أكتوبر 1960 في بيئة فقيرة بضواحي بوينس آيرس. أظهر موهبة استثنائية منذ صغره، حيث انضم إلى نادي أرجنتينوس جونيورز وهو بعمر 15 سنة فقط، وسرعان ما جذب الأنظار بفضل مهاراته الفريدة في التحكم بالكرة والتمريرات الدقيقة. أصبح مارادونا رمزاً عالمياً عندما قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم عام 1986. وفي تلك البطولة، صنع مارادونا لحظات تاريخية، خاصة في مباراة الأرجنتين وإنجلترا، حين سجل هدفين من أكثر الأهداف شهرة في تاريخ اللعبة. الهدف الأول، المعروف بيد الله، حيث استخدم يده لإدخال الكرة في المرمى دون أن ينتبه الحكم، بينما كان الهدف الثاني، هدف القرن، حين راوغ نصف فريق إنجلترا ليضع الكرة في الشباك بمهارة مذهلة. رغم تألقه، عانى مارادونا من مشكلات شخصية مع الإدمان والمشكلات الصحية التي اثرت على مسيرته الكروية وأدت إلى تعليق مشواره أكثر من مرة. رغم ذلك، استمر تأثيره الرياضي والشخصي كرمز للأمل والنجاح في عالم كرة القدم. توفي مارادونا في 25 نوفمبر 2020، تاركا وراءه إرثا عظيما في عالم الرياضة وذكريات لا تنسى لجماهيره، وظل يعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور.